ازيكم يا اصحابي؟ النهارده هنعمل مع بعض الدقة المصرية بمكونات سهلة وبسيطة. عندنا كزبرة ناشفة. تقدري تجيبي نص كوباية كزبرة ناشفة، نص كوباية كمون مطحون او صحيح. عندنا سوداني، عندنا سمسم، عندنا حاطين هنا حمص. حمص ده اختياري. احنا هنا هنحمص الكزبرة والكمون مع بعض في طاسة واحدة، وبعد كده السوداني هنسخنه بس، ننزل عليهم بالسوداني هنسخنه بس، والسمسم والحمص مش هنعملهم دلوقتي. في طاسة على النار هنا حطيت الكزبرة الناشفة وعلى نار هادية جدا، وبسخنها بالشكل دوت، بحمرها كده على بسيط. اهم حاجة ما تتحرقش، لان الحاجات دي بتتحرق بسهولة جدا وما تغيرش اللون قوي، يعني يا دوب تتحمص كده على خفيف. وبعد كده انا ضفت الكمون والسوداني وبقلبهم بالشكل ده. تمام. انتي ممكن كمان تحمصي معاهم السمسم، بس انا بفضل السمسم كمان، يعني انا حطيت شوية سمسم صغيرين، وبفضل اسيب شوية سمسم يبقوا بره خالص، يبقوا بره الدقة نفسها. باكلها باكلها بقسماط او بباتون ساليه، بتبقى جميلة جدا. هنا انا بعد ما خلطت الدقة كلها حطيت عليها ملح. انت تقدري كمان تحطي شطة حمرا ناشفة عادي، كنت تقدري تحطي فلفل اسود واحنا بنحمص الكمون والسمسم مع بعض. هنا انا ضفت ملح، انت تقدري تحطي ملح حسب الرغبة، وتطحنيها كذا مرة في المطحنة او في الكبة. ودي احلى دقة بالبقسماط هتعجبكم. يا رب الفكرة البسيطة دي تكون عجبتكم. عقبال كل فيديو. باي باي.